اهلا باعزائي المشاهدين مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب. هتسألوني انت فين يا جلال؟ انا راجع لكم على الانترنت بفقرات جديدة، هنطير في كل انحاء العالم علشان نجيب اندهاشات من خارج مصر ونقارنها بالاندهاشة اللي موجودة في مصر. عنوان حلقتنا النهاردة اندهاشة طفل لما بيشوف حاجة لأول مرة. هنروح بقى للمحيطات، اكبر محيط المحيط الاطلنطي. نشوف بقى الحوت العملاق، طوله بيوصل 11 متر ووزنه لغاية 30 طن واكتر. وهنا بقى قفزة الحوت واندهاشة يوهانسون اللي مش هنساها طول عمره. بيقابل ده بقى الاندهاشة في مصر، رامي هو في العجوزة وقاعد بياكل مانجا، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل وهو مستمتع بمانجاه. واخته هي متعاقبة ونفسها في منجاية، والبذرة هي معصلجة مع اخوه بيحاول يطلعها، ويا ترى ايه اللي هيحصل. والبذرة طلعت من خندقها وعملت بالانس، وعينين رامي هتطير مع البذرة. اندهاشة مصرية تعادل الدهاشة اللي هي شفناها عبر المحيط الأطلنطي مع قفزة الحوت الرائعة الرشيقة. تصبحوا على خير. مين اللي طفى النور؟ ولع النور يا ابني. أعزائي المشاهدين، اللي عايز يفوز برحلة من 4 رحلات حول العالم مع جلال علام يدخل على موقع اندهاشacademy.com. السفر مع جلال علام متعة تانية.